تخيل تكون كتعبد الله ليل ونهار وفجأة يجي نهار يتهمك بجريمة ما درتيهاش والناس كاملين يقفوا ضدك، شنو غادي دير؟ هذه هي القصة ديال جريج العابد، واحدة من أعجب القصص اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم. كان جريج واحد الرجل صالح وكان معروف بالعبادة ديالو. بنى صومعة فوق واحد الجبل وقرر يبعد على الناس باش يتفرغ لعبادة الله. كان كيقضي نهارو في الصلاة والذكر وما كانش كيهتم بالدنيا. كانت عنده الأم ديالو اللي كتبغيه بزاف كأي واحد كتبغيه الأم ديالو. واحد النهار من الأيام وهي محتاجاه عيطات عليه. في داك الوقت كان جريج كيصلي، قال في خاطره واش نجاوب امي ولا نكمل الصلاه، واختار يكمل الصلاه. الام ديالو مشات ولكن رجعت مره اخرى وعيطات عليه تاني وهو عاود ما جاوبهاش، ورجعت المره الثالثه وعاوتاني نفس الشيء ما جاوبهاش. هنا حزنت بزاف ودعات الله وقالت اللهم لا تمته حتى يواجه الفتنه. ودازت الايام. كان حدا الصومعة ديالو واحد المرأة معروفة بسوء الأخلاق. قالت الناس أنا غادي نقدر نغوي جريج. مشات عنده وحاولت توقعه في الحرام ولكن رفضها. من بعد مشات عند واحد الراعي ديال الغنم وقعت معاه في الحرام، وملين حملات قالت الناس هاد الولد من جريج. الناس غضبوا ومشاو للصومعة ديالو هدموها ليه وخرجوا جريج مربوط وهو ما فهم حتى شي حاجة. قال لهم شنو واقع؟ قالوا ليه واش هاد الولد ولدك؟ قال لهم لا ماشي ولدي، ولكن هما ما تيقوش. طلب منهم غير واحد الشرط اللي هو انه يمشي يصلي 2 ركعات. من بعد مشى عند الرضيع وضربه ضربه خفيفه وقال ليه قول لي شكون باك. قدرة الله تكلم الرضيع وقال ابي هو الراعي. الناس صدموا وعرفوا ان جريج بريء. طلبوا منه السماحه وقالوا ليه غادي نبنيو لك الصومعه بالذهب، ولكن جريج رفض وقال لهم يبنيوها غير بالطين كما كانت. العبره من القصه بر الوالدين من أعظم الأعمال، وما خصش الإنسان يستعين بالدعاء ديال الوالدين سواء كان دعاء خير أو دعاء غضب. هذه هي القصة ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، وإلا عجبتكم تخليوا لي واحد اللايك. تلاقوا في قصة جديدة إن شاء الله.